جاي تدمر بيها طموح منتخب كامل، طموح شعب كامل. تحدث عن شوط المباراة الثاني بعد أن تحدثنا عن الشوط الأول، وكأني أتحدث عن مباراة أخرى تماما. اللاعبين اللي قدموها بشوط المباراة الأول أبد مو هم اللي بشوط المباراة الثاني، باستثناءات قليلة كم لاعب اللي حافظ على مستواه. وما زالت الأخطاء الفردية تقتل لاعبي منتخبنا وتقتل طموح هذا الشعب. أتحدث عن خطأ فادح ما يرتكبه لاعب مبتدئ اللي هو زيد تحسين. للأسف ما أعرف شنو هذا التهاون، شنو هذا الخطأ الساذج، والمرة الثانية حتى في المباراة الأولى بحالة مشابهة من رجع الكرة جلال حسن أيضا زيد تحسين كان مشترك بهذا الخطأ. أنا ما أريد أقسى على اللاعب بدرجة كبيرة، ولكن هذه أخطاء أنت جاي تدمر بيها طموح منتخب كامل، طموح شعب كامل. احنا شوط المباراة الثانية أول 6 دقائق أو 7 دقائق كنا قاعدين هنا ومتفائلين إنه احنا منتخبنا بأقل شيء احنا نخرج على الأقل 1-0 إذا ما قدرنا نسجل، لأن احنا شفنا ضغطنا المنتخب الفرنسي وتقدمنا وأكو لعب جميل. تجي أنت بخطأ قتلت هذا الطموح كاملا. أنت مو فقط قتلت الطموح، أنت اللعبة نهيتها بالكامل يا زيد تحسين. مباراتين خطأين وأنت في أهم مركز بالمنتخب الوطني، أو أنت اللي مستقر المفروض مع المنتخب الوطني، ويجي أحد يعتب عليك من تنتقد لاعب بقوة ومن تقول ليش هذا الخطأ. نعم كرة قدم هي كرة أخطاء، بس أنا مو قلب دفاع في مباراتين نفس الخطأ يتكرر وياي. يعني أنت ما مركز، يعني أنت فلشت فريق بأكمله، فريقنا كان مستقر. لولا هذا الخطأ احنا كان النتيجة هم ما توصل ب3 صح، 3 ومنطقية وطبيعية مع المنتخب الفرنسي، وكل احنا متفقين على هذا الأمر. ومن البارحة قلنا 3-4-2 مقبولة جدا، وانت تلعب امام ابطال العالم، وصيف العالم وبطل العالم سابقا وواحد من اقوى المنتخبات العالميه. لكن هذا لا يعني انه احنا نمر على هذه الاخطاء الفرديه الساذجه بدون ما نركز عليها.